في قصة قرأتها في كتاب كده لذيذة، بيقول لك إن في أحد رجال الأعمال الأغنياء جدا، بيقول لك مات وأرملته ورثت 1.9 بليون دولار. أنت متخيل يعني كمية الرقم كبير قد إيه؟ في الآخر بعد ما مات بمدة مراته اتجوزت السائق بتاعه. السائق بتاعه بيقول طول الوقت ده وأنا فاكر إن أنا بشتغل عند سيدي، لكن في الحقيقة اكتشفت إن سيدي كان بيشتغل علشاني. الحقيقة المرة إنك تعيش أطول أكتر أهمية من إنك تكون أكتر ثروة. لازم تكون محافظ على جسدك وعلى صحتك. في الموبايلات بختار الأفضل، بس 70% من الإمكانيات اللي موجودة في قلب الأفضل أنت ما بتستخدمهاش. في العربيات بختار الأغلى، بس 70% من الإضافات والسرعات أنت ما بتستخدمهاش. اخترت البيت أو الفيلا الضخمة، بس 70% من الممتلكات اللي أنت بتمتلكها ما بتستخدمهاش، والمساحة الكبيرة دي ما تستخدمش منها غير 30%. حياتك اللي قضيتها في جنب المال وإن أنت تحاول تجمع